في واحد جارنا في العمارة كنت فاكرة إنه بيعمل حاجات مش كويسة مع عيال الجيران، وكنت بشوفه دايما الصبح وأنا نازلة الشغل والعيال رايحين مدارسهم وهو نازل شغله. مرة شفته واقف على السلم مع طفل وبيكلمه بلطف وبيقوله ما تزعلش يا حبيبي أنا ما كنتش أقصد. ومرة تانية لمحته ماسك ولد صغير من بنطلونه وبيقوله اثبت كده بس، وأنا ساعتها خفت ومشيت وسكت. كنت دايما أشوفه بيقعد يوزع على العيال شوكولاتة وبونبوني كل ما يشوفهم، وأنا قلبي كان بيبقى مش مرتاح، فخفت عليهم ورحت حذرت أهاليهم. وفعلا من بعدها العيال بقوا يبعدوا عنه وما بقوش ياخدوا منه حاجة ولا يقفوا معاه. وبعد كده لاحظت إنه بقى زعلان كده ووحداني. في يوم سمعته بيكلم ولد صغير بيقوله ليه يا حبيبي مش بتكلمني زي الأول ولا بتاخد مني حاجة؟ الولد قاله أصل بابا وماما قالوا لي كده. الراجل راح سأل أبو الولد وقال له ليه قلت لابنك كده؟ الراجل حكاله اللي أنا قلته عليه. فبعدها لقيته بيناديني وأنا نازلة بيقول لي أنت ليه بتعملي فيا كده وبتقولي عليا كلام وحش؟ قلت له أنا شفتك بعيني بتتصرف تصرفات مش مريحة مع العيال. قال لي والله يا بنتي أنا كنت بطبطب على الولد عشان خبط فيه بالغلط وهو وقع، فقمت ساعدته ونفضت هدومه وصالحته. والتاني كان بنطلونه مفكوك وهو اللي طلب مني أربطه له، وأنا بس كنت بحاول أساعدهم. دول عيال صغيرين وأنا بحبهم زي أحفادي وبحب أفرحهم وأديهم حاجة حلوة الصبح لأن وش الأطفال بيجيب رزق. ساعتها قلت له خلاص أنا متأخرة على شغلي ومشيت، وقلبي مش مطمن مش عارفة أصدق ولا أكذب. لكن فضلت بعدها أتابع الوقت اللي بينزل فيه وأنزل معاه من غير ما يحس بيا. وفعلا شفته بعد كده قاعد على السلم بيربط جزمة طفل صغير وبيقول له قول لماما تجيب لك كوتش باللزق عشان تعرف تلبسه لوحدك وإيه اللي هتقع. وقتها اتأكدت إن الراجل محترم وإن الظن اللي ظنته فيه كان غلط وإن أنا ظلمته بكلامي وخليت سمعته تبقى وحشة. في يوم لقيت فرصة كانوا كام جار قاعدين تحت على مدخل العمارة والراجل موجود. قلت لنفسي هو ده وقتها. قربت منهم وابتسمت وقلت قدامهم على فكرة أنا كنت فاكرة إن جارنا بيعمل تصرفات غلط مع العيال، بس طلعت أنا اللي فاهمة غلط. أنا اللي شفت كام موقف وفسرته غلط. الراجل ده محترم جدا وأنا بنفسي شفته بيساعد طفل ويربط له جزمته وبيعاملهم كلهم زي أحفاده. سكت شوية والراجل رفع عينه ليا وهو متفاجئ. الجيران بصوا لبعض وقالوا إحنا أصلا عمرنا ما شفنا منه حاجة وحشة وده راجل كويس. ساعتها حسيت إن جبل كان واقع من على صدري وإن سمعته رجعت زي ما كانت، وفعلا إن بعد الظن اسم.